السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم في فيديو جديد ويوم جديد. اتمنى يا رب انه يعجبكم. يلا بينا النهارده هننضف البيت مع بعض، وكمان هنعمل الفول المدمس بطريقة سهلة وسريعة، وكمان هيطلع طعمه تحفة جدا. تابعي معايا الفيديو للنهاية، هيعجبك جدا. ولو انت اول مرة تشوفيني، انا سوسو ودي قناتي، واتمنى انك تشتركي عندي. ولو الفيديو عجبك متنسينيش باللايك. يلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، ونصلي على الرسول ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يلا بينا. أول حاجة كده هعملها في يومي، بدأت كده أنفض الأوضة، وبعد كده على طول هنغير كده الفرش مع بعض، وهنظبط كده الدنيا، وهنكنس الأرض. عامل ايه؟ انتوا وحشتوني جدا جدا من آخر فيديو كنا فيه مع بعض. وأهلا وسهلا بكل أخت وكل حبيبة نورتني واشتركت عندي في القناة. نورتي حبيبتي وشرفتيني. وجودك في قناتي شرف كبير قوي ليا، ووجودكم على راسي. يلا بينا كده نتشجع مع بعض ونشوف احنا هنعمل ايه النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده، نفضت برضو كده الكنب، وخلاص كده هشيل الفرش، وهروح كده اجيب فرش نضيف عشان نفرشه كده مع بعض. اول حاجة كده ايه، جبت فرش دلوقتي نضيف، وهبدأ ان انا افرش الكنبة كده وهظبطها، عشان ايه الدنيا كده هتبقى مهندمة معايا. فيلا كده قومي وتشجعي معايا، قومي كده شيلي فرش البيت. ولو في اي اوضه كده محتاج انها تترتب، يلا كده قومي رتبيها معايا، رتبها كده مع بعض بسرعه، مش هتاخد معانا وقت خالص. خلاص كده اول حاجه جبت كده الفرش زي ما شفتوا، وخلاص كده ظبطتها ونظمتها. خلاص اخر حاجه هحط كده المخدات هنا، وبعد كده على طول هروح طبعا على الكنبة التانية، برضو هعمل نفس الكلام، وهفرش برضو كده الفرش وهظبطه. قولولي بقى انتوا عاملين ايه في الدراسة دلوقتي، وايه اخباركم؟ فحابة كده اطمن عليكم، واكتبولي برضو في الكومنتات، بدأتوا برضو تنظيفات الشتاء ولا لسه؟ وايه الحاجات اللي بدأتوا بيها؟ ان شاء الله استنوا مني فيديوهات كتير جاية، هنعمل فيها تنظيفات البيت بالكامل مع بعض. هننضف كل ركن كده في البيت بإذن الله، تنظيف كده عميق عشان نستقبل الشتاء بإذن الله. خلاص هنا كنت خلصت كده وحطيت المخدات. يلا بينا كده ايه نكنس الأرض، كنسة كده ايه سريعة. فكنسها برضو كده ايه كويس، وبعد كده انا همسحها كده على السريع مع نفسي. فقلت ايه اكنسها كده ايه معاكم، وهي برضه هوريكم شكل الأوضة بعد ما خلصناها. مخدتش معانا وقت خالص، خلصناها دينا بسرعة. فيلا قومي بقى، انا عارفة ان انتي كسلانة شوية، فقومي كده وتشجعي معايا يلا، وخلصتي كل اللي وراكي قبل ما ولادك يجوا كده ايه من المدرسة. بصوا ايه رأيكم بعد ما خلصنا وظبطنا كده الدنيا، وادي الارض نضيفة، بصوا بتلمع وجميلة جدا. يلا بينا بقى ندخل على الصالة، وزي ما انتم شايفين كانت متشقلبة شوية، فهنظبطها دلوقتي وهنخليها زي الفل. اول حاجة كده هنا عملتها، هشيل كده ايه الفرش هنا اللي على الكنبة كده هنفضه، وبعد كده هفرشه تاني انه كان ايه نضيف، فهنفضه كده برضو كويس. وبعد كده على طول هبدأ ان انا ايه افرشها كده، واظبط كده الكنبة. تمام. وبرضه هظبطها كده من الناحية التانية، وهظبط كده ايه الدنيا كده كويس.
خلاص كده انا خلصت كده ورتبت الكنبة، فعلى طول هبدأ ان انا احط المخدات، وطبعا هظبطهم كده كويس. تمام. خلاص كده خلصت الكنبة، على طول هدخل على السرير، برضو هشيل كل حاجة عليه، وهشيل برضو كده المخدة وكل حاجة، وهبدأ ان انا انفضه كده عشان كده الدنيا تبقى نضيفة. فيلا قومي كده معايا، لو السرير كده محتاج يترتب، فشدي كده الملاية كده ونفضي السرير كويس، وابدأي كده اللي تفرشيه كده تاني. وطبعا لو محتاج ان هو يتغير كده، فقومي كده وغيري فرش البيت كده وظبطي دنيتك. عايزاكم كده تتشجعوا وتعملوا لايكات كتير قوي على الفيديو، عشان الفيديو كده يترفع، وتعملوا كده شير للقناة في كل حتة عشان قناتنا تكبر بيكم بإذن الله. فلو وصلت لحد هنا في الفيديو، تنزلي بقى في كومنتات تحت ونصلي كلنا كده على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. خلاص كده هنا خلصت، فرشت كده السرير زي ما انتم شايفين، وخلاص كده هحط المخدة. وبعد كده آخر حاجة هطبق كده الكوفرتة كده، هظبطها كده كويس عشان كده يبقى آخر حاجة معايا كده في السرير كده خلصت. تمام. خلاص كده هنا خلصت، هجيب كده المكنسة بتاعتي وعلى طول هبدأ ان انا اكنس الارض عشان الدنيا كده تبقى زي الفل. فشوفتي بقى واحنا قاعدين كده بنرغي مع بعض، خلصت كده الأوضة وكمين الصالة خلصتها وخليتها زي الفل. فتعالوا اوريكم بعد ما خلصنا الصالة. بصوا ايه رأيكم؟ ادي السرير والكنبة وكله زي الفل، وادي الأرض كمان نضيفة. يلا بينا بقى ندخل على المطبخ مع بعض، عندي كده شوية مواعين صغيرين فهنغسلهم كده مع بعض، كام كده طبق صغيرين خالص، فهنتشجع كده ونخلصهم سوا. ايه اخبار الجو كده عندكم؟ بدأ يسقع سيكة كده بسيطة بالليل، فقولولي ايه اخبار الجو عندكم؟ إيه مين بدأ كده ينزل اللبس كده الشتوي ويطلع الصيفي؟ مين شتى كده ولبس اللبس الشتوي؟ فعملتوا ايه في الحوار ده؟ فلو انتوا عايزين بقى نعمل ان شاء الله مع بعض ننزل كده اللبس الشتوي ونطلع الصيفي مع بعض، فاكتبولي برضه في الكومنتات، ان شاء الله هعمل لكم فيديو تشجيع جدا جدا. هننزل كده الشتوي مع بعض، وهنظبط الدولاب وازاي ننظم الدنيا ونخلي كمان الدولاب كده شكله حلو ومنسق. فقولولي برضو لو انتوا حابين نعمل كده ان شاء الله، اكتبولي برضو في الكومنتات وانا هعمل معاكم الفيديو ده. خلاص هنا كده خلصت، واخر حاجة كده
اغسل كده كام معلقة دول، وهبدأ كده ان انا اشطفهم كلهم مع بعض. طبعا لما بيبقى فيه مواعين كتير وكوبايات كتير فبنغسل كده الكوبايات الاول وبنشطفها، وبعد كده طبعا بنغسل بقية الحاجات اللي معانا. هنا كانوا شوية صغيرين فقلت اغسلهم كده بالمرة كلهم مع بعض، وبعد كده نشطفهم مرة واحدة. تمام. كده هشطف كده الطبقة معايا وهبدأ ان انا اصفيها. تمام. وبعد كده على طول انا هحطها في مكانها اول ما تتصفى. خلاص كده هنا كنت خلاص كده قربت اخلص. هشطف كده معاكم دول، وبعد كده انا هغسل مع نفسي الحوض والبوتاجاز وكله غسلة كده سريعة، وهوريكم برضو كل حاجة كده بعد ما نطفت وبقت زي الفل. والمطبخ بقى عامل ازاي، شكله بقى يفتح النفس ان احنا نعمل فيه الغدا. بس هنعمل دلوقتي مع بعض فول كده مدمس بطريقة حلوة جدا. بصوا ايه رأيكم في المطبخ بعد ما خلص كده ونضيف وزي الفل؟ يلا بينا نعمل مع بعض طريقة الفول المدمس بطريقة سهلة جدا. عندي كده على النار مية، سبتها لحد ما تغلي، وبعد كده على طول نزلت بالفول المدمس. تمام. وهنا عندي كده كام طماطماية، وكمان هحط كده هنا عدس حوالي كده شوية صغيرين، يعني معلقتين 3 كده. وبس كده هسيبهم على النار الاول كده غلوتين زي ما انتوا شايفين. هنا كان بدأ ان هو يغلي، وبعد كده هحطه على نار واطية جدا جدا، يعني حوالي كده شعرة. بصوا هنا بدأ يغلي كده معايا. تبدأي كده بالمعلقة تهرسي الطماطم، او لو انت عندك صلصة ممكن تحطي شوية صلصة كده متسبكين، طماطم متسبكة ممكن تحطيها. خلاص زي ما انتوا شايفين بدأ كده يغلي كده معايا. هسيبه طبعا على النار لحد ما يستوي. طبعا هو بيقعد وقت طويل. تمام. بصوا هنا كان استوى كده خلاص بقى تحفة. بعد كده تاكليه كده بالهنا والشفا كده، ومش هتحتاجي ان انت تجيبيه من برا تاني. فهستنى رأيكم برضو تجربوه وتقولولي ايه رأيكم. بصي هتحطي بقى شوية زيت كده وكمون وليمونة وبالهنا والشفا، وبكده يكون فيديو النهاردة خلص. مع ألف سلامة.